لما بحكي لامي سر واحكي لها جمله يا ريت يا امي تخلي السر بيني وبينك، بحس انه الجمله هذه كانها بتعطيها امر تضغط شير، تضغط مشاركه. امي بتخلي سري خبر عاجل بشريط احمر في كل القنوات الفضائيه. مالك صافن؟ يا ساتر، ايش فيه؟ بدي احكي لك شغله حتبسطك. بسطني. انا قررت ارتبط وفي البنت اللي انت نفسك فيها. والله جد بتحكي؟ بس على شرط، قول. بديش مخلوق ربنا خلقه يعرف يما وانت فاهمه قصدي. يوه انت بدك مش بدهاش توصايه. البنت توصى امها. البنت متكلم عليها ابن عمها، بديش اخرب الطبخه. مالك يما؟ اروح اطلع وانا خلاص. بدك تستسر لامك. طيب العصر جهزه حالي. يسعده عدي يا ناس زيارة يا يا ماما. يسعده حبيبي حبيبي. أعزائنا المشاهدين، لقد وردنا الخبر العاجل التالي. لقد أكد ابني محمود أنه سوف يتقدم لخطبة جارتنا اللي ساكنين على رأس الشارع، ذلك يوم الخميس الساعة 4 عصرا بمشيئة الله. الو، يا اختي، ايش اخبارك؟ كيف اولادك؟ كيف الجو بالمانيا والعيشه؟ تمام، الله يبارك فيكي. بس مبروك على ايش؟ انا خطبت؟ مين قال لك؟ امي؟ ماشي، طيب سكري وبعدين بحكي معك. يلا سلام. واربط عندك باب الشارع، اربط عندك باب الشارع، اربط عندك باب الشارع. الف مبروك. مبروك على ايش؟ من ورا اصحابك مبروك تخبي على علينا. بس مبروك على ايش؟ على الخطوبه. هي خطوبه. مين قال لك؟ الحجة فكرها تخبي علينا؟ اخوانك احنا، مين دي يقفلك في الزفه في الفرح غيرنا؟ هيا خريتها؟ امي؟ ويا عارس يا ابو العقال، يا عارس يا ابو العقال، من وين صايد هالغزال؟ من وين صايد هالغزال؟ يا امي انت عندك موهبه مراسله اخباريه، انت المفروض تشتغلي في الجزيره، انت يا امي المفروض يعملوا لك فتره خاصه في قناه الجزيره اسمها حصاد البيت.